الفيفا تصفى على المنتخب المصري والمنتخبات كاملين، حتى المنتخب الوطني قلعوا له هذوك جوج نجمات، سيرتو المنتخب المصري والمنتخب السنغالي اللي كان باغي يدير بروباغندا قلعوها لهم كاملين، قلعوا لهم المنتخب المصري السنغالي قلعوا له هذيك النجيمه، والمنتخب المصري قلعوا له 7 النجمات، وصدموا صدمات العمر جات الحسام حسن، لانه من جانا لافريقيا كاس افريقيا كان عندي 7 نجوم 7 نجوم، ها هما قال 7 نجوم والفيفا قالت لك قلعهم وبدل التريكو راهم حاصين فيهم، قالوا له حتى الرقم اللور خصك تبدلو، هذاك الرقم خصك تقلع هذاك الذهبي. المهم راه مهبلينهم الفيفا. تحياتي للفيفا، الفيفا راه تربي فيهم غير بشويه بشويه، كاع اللي كانوا متغولين في افريقيا وحاسبين راسهم هما كل شيء راهم يترباو، المصريين والسنغاليين راهم يترباو، راهم تعاود لهم التربيه، والله الا عاودوا لهم التربيه. حفيظ الدراجي كذاب المنافق مشى دار واحد البروباغندا خاويه، وجات عند فؤاد وبغى يفوت هذه البروباغندا، وانا غادي نوريكم على البروباغندا بغى يلعبها. هو قال لك اسيدي المدرب السنغالي صرح، هو كاتب واحد المقال هنا قال لك المدرب السنغالي صرح، قال لك سالوا واحد الصحفي ديال امريكا، سالوا قال له زعما طرح واحد السؤال، هو جاوب قال له الرياح ما الرياح، قالوا نهار لونطريمون كاين الرياح ما كاين، قالوا احنا معنا الله ومشينا لله ودخلوا فيها المسجد، انت ما المدرب ديال السنغالي هذا يعرف ربي بعدا، اصلا هو اكبر مشعوذ في الاخر يعرف الله. المهم والصحافه الدراسي كذب هذه الكذبه، هذه بروباغندا، هذه مدرب السنغالي ما صرح، تصريحات ما كاينينش، لانه المقابله ديال السنغال وفرنسا نهار 3 ماشي اليوم، غدوه غادي يصرح، وراكم تعرفوا الديكالاج يعني، وفي الندوه الصحفيه ما كاينش هادشي. والمدينه اللي راه فيها السنغال ماشي هي نيو جيرسي، باش تعرفوا حافظ الراجل بالعوض راهم في بوسطن ولا ما سميتها، باش تعرفوا حافظ الراجل بغا يديروا على البروباغندا، بغا يعاونهم. علاش حافظ الراجل ما هضرتش من بهدلوهم في المطار؟ علاش ما دافعتش عليهم من تبهدلوا في المطار ومن بهدلوا لهم الجمهور ديالهم قالوا لهم ما تدخلش؟ علاش هادشي كاع ما هضرتش صحافه الراجل؟ لان كنتاخذ كذاب، تخدموا على البروباغندا، انت مشاكره، لانه مشاكره هو اللي حطها في الفيسبوك، كيف انت تخدموا كاع كيف تخدموا بروباغندا عاطينها لكم تخدموا بها. هذه كذبه كبيره، وتخرج واحد الاعلامي اللي حاسب راسك انت اعلامي ومعلق كبير، وتعلق في واحد القناه اللي حاسبه راسها سوا ديزون كبيره بين سبور اللي مخدماك انت وامثالك، يعني حاسبه راسها شي حاجه كبيره، وتشوفوا على الاكاذيب تخرج من عند واحد حاسب راسو اعلامي، وحنا نصلحوا لك اصاحبي حشومه انت تكون اعلامي. علاش ما مشيتش معاهم من بهدلوا الجمهور ديالهم قالوا ما تدخلوش عندنا؟ علاش قلت اللهم ندت وخرجت ندت، اللهم هذا منكر وخرجت ندت، وعلاش ما يدخلوهمش؟ وعلاش من بهدلوهم في المطار وفتشوهم وجبدوا لهم الوسوخات ديالهم السعر والشعوذه ما خرجت ندد؟ هذيك تما خفت، تما بقيت قاعد اللور، تما راه دارت بوم. دروك هاد البروباغندا ديالك انا نتمنى حتى واحد ما يتبعه، لانه هو راه يدير بروباغندا وكذاب، ما تتبعوش، ما تمشوش موراه، خليوه يكتب راسو، خليوه، راه شحال ما خليتوه المره الاولى الزوجه الثالثه ما يزيدش يكتب، لانه علاش ما يسببش التفاعل؟ من ما يسببش التفاعل يا ربي الله صافي الناس فاقت له، من تفيق له وما يكونش عنده التفاعل هكذا تصرالو ان شاء الله. اليوم وراني شفت بزاف يروجوا لواحد الحاجه بانه افريقيا كامله تشجع المغرب، دايرين الخريطه ديال المغرب ودايرين العلم ديال البرازيل. يا ودي تشجعنا المغاربه راه ماذا بهم؟ على بالك من تشجع كونتر ليهم غادي يكونوا ملاح، جبرتهم يروجوا لها ومنا وتشوف التيك توك تجبرهم الا الايفواريين، يمكن الجمهور الايفواري وكاين الجماهير كاين اللي مع المغرب بزاف، راه شوف الماليين هادو غير ساليكان دارت هذيك الضربه هذيك، وهذا هو الذباب ديالنا الالكتروني ديالنا حنا، وبعض المصريين راك تشوفوا فيهم ولا خدامين هذه البروباغندا الخاوي. المغرب راه ما محتاجين انت تشجعوا، المغرب عنده الجمهور ديالو اللي شفتو انا في امريكا البارح، راه فايته 50,000 غتكون اليوم ولا 60,000 عليكم معمر بالجماهير المغربيه، الله يهديكم. كاين اللي ما صابوش تيكيات، الله يهديكم. راه الجماهير المغربيه راه محتله امريكا، راه البارح تفرجت لهم انايا ما شاء الله اللايفات تما مباشره، راه حتى لنا محتاجك انت باش تشجعوا نتايا باش غادي يربح. راه حقيقه واش غادي راه بالعكس من غتشجع ضو غادي يربح، نهار تشجع معاه ما غاديش يربح. واش راك غادي توقف معاه زعما غادي مثلا هادو ساليكان وديالنا ولا المصريين غادي غير تشجع المغرب؟ راه بالعكس المغرب غادي يربح وفي اليز. شوف انت هو غادي يفوت لهم اليوم مقابله ديالو ان شاء الله بانتصار وغادي يفوت. وشوف حنا الماتشات ديالنا والمصريين هادو اللي حاسبين راسهم مع بلجيك وساليكان مع فرنسا، عندك غير 3 بينا نجيبوها التاليه مع الارجنتين ايوا وندقدقونا، وهذيك هي تخرجوا خاوي الويفا. مو المغرب راه قلت لكم راه في بلاصه وحنا رانا في بلاصه، المغرب سابع عالميا وحنا رانا مرميين 29 وكاين اللي مرمي 35 وكاين اللي كل واحد فين مرمي باش غيتقارص بالمغرب. ما وتجي تقول لي لا ونشجعه ما نشجعش، ومن بعد واش غتزيد له ولا تنقص له؟ ما غتزيد له ما تنقص له، عادي
راك وقعوا المنتخب الانجليزي البارح خونوا له الاحذيه وخونوا له كلشي، سرقوا له كلشي، ما خلاو له والو، قشطوه. راك صرا المنتخب ديال الارجنتين تا هو صرا له مشكل قدام الفندق. المهم كاين شويه مشاكل، ولكن انا عاجباني كاس العالم، احسن كاس العالم، لانه ربط لي واحد المنتخبات بحال المنتخب المصري والمنتخب ديالنا ديال السنغالي، وحتى ديالنا كلاهم، يعني بلا جمهور بلا، يعني هكذا باش تعرف القيمه ديالك، باش تعرف بانه الدول بحال هادو ما على بالهمش بكرة قدم ولا. خويا تحترم القانون مرحبا، ما تحترمش لا، ما تحترمش ديريكت. وهذاك اللي يشعل في ليميجان مثلا، حنا ديالنا يشعلوا في ليميجان، اتونسيو حذاري تشعل في ليميجان في ميريكان، راه فيها عقوبه حبسيه، راه برا في الشارع تشعل تدخل الحبس. المهم انا حذرنا، اللهم انا قد بلغنا، حذاري تشعلوا في ليميجان في ميريكان، راه فيها الحبس وفيها غرامه ماليه صحيحه وفيها ترحيلات. المهم هذا من الناحيه راه كاينه. المهم اليوم ان شاء الله المقابله، انا غادي نعطي لا ليست ديالي، التشكيله ديالي اللي غادي تكون ان شاء الله باذن الله، لا تكون التشكيله اللي غادي نتوقعوا واحد التشكيله وغادي نعطيوها ان شاء الله، نصيبوا فيها. عندك بونو، معروف بونو، حكيمي، مزراوي، شادي رياض، وعيسى، اربعه في الدفاع. وسط الميدان غادي يكون متكون بالعيناوي، بوعدي، وبلال الخنوس. والهجوم اليوم هنا اللي غتكون المفاجاه، تكون جاسم ودياز والسيباري، وقولوا لي نتوما في التعاليق. المهم انا هادشي اللي خرجت. الاحتياط راه عندك الطالب يكون بلاصه جاسم. على وسط الميدان عندك المرابط يقدر يعاونهم، ما عرفتش ولا غادي يخرج في وسط الميدان. عندك أناحي، عندك المرابط، عندك رحيمي حتى هو يقدر يعاونهم في لاطاك، عندك الكعبي. كاين لي سونجمون ما شاء الله. هذا الشيء اللي عطاتني انا كيما نقولوا، شويه خدمنا شويه الذكاء، نقدروا نغلطوا في اللعاب ولا هذاك شيء عادي، ولكن المهم نقدروا عاود نصيبوا ونجيبوها كامله. هادشي اللي كاين، هادشي هو اللي كاين. المقابله غادي تكون على جزئيات مع شويه الحراره، لانه غتلعب مع 6 ديال العشيه ديال امريكا. شفتوا البارح امريكا لعبت مع امريكا لعبت مع الاخر، مع 3 ديال الصباح، يعني امريكا كان شويه لعبه في الاخر في الليل. مي انا نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب المغربي في هذه المقابله، وان شاء الله ننتصروا بواحد، ان شاء الله ننتصروا بواحد جوج ان شاء الله غادي ننتصروا بواحد 2-1 ولا 2-0 ان شاء الله باذن الله. وهذا الشيء اللي كاين، ونتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي، ونتمنوا اليوم الحماس، الطاقه ديال الجمهور ما خصهاش، نتمنوا الجمهور ما يسكتش، نتمنوا كل شيء. كاين اجواء ايجابيه في المعسكر، شفنا تصريحات البارح والتفوق ديال وهبي وحكيمي على انشيلوتي والاخر وفينسيوس في التصريحات، لانه البارح الحرب ديال التصريحات كانت ممتازه، ربحها يعني تفوق فيها وهبي. تفرجنا المقابلات امريكا المقابله ديالها اللي كانت البارح مع الباراغواي 4-1. وامريكا منتخب، يعني انا ما كنتش لكم، دهشرني البارح بالسرعه ديالهم ويعني والجرينتا ديالهم. نتمنى نشوفوهم غادي. انا المنتخب يقدر يمشي بعيد، يقدر يوصل لواحد البلاصه اللي بعيده. اليوم كاين قطر مع سويسرا، وراكم عارفين يعني سويسرا يعني مع قطر شويه ضعيفه، يعني ناقصه بزاف. نتمنى ان شاء الله المنتخب القطري اليوم يدير شي نتيجه، واخا هي مستحيله وصعيبه يعني مع المنتخب ديال سويسرا اللي تا هو عنده نجوم ومنتخب قوي وعنده تجربه. كاين المقابلات ديال الليل حتى هي كاين هايتي منتخب. كاين شي 4 ديال المقابلات في هذه الليله، الليله وغدوه يعني غدوه ديال الصباح ديال غدوه يعني. وان شاء الله باذن الله المقابلات اللي كانوا ممتازين واللي عجبوني شويه هي المنتخب الامريكي، المنتخب المكسيكي حتى هو تكتيكيا كان كبير. من الاغلبيه المنتخب الامريكي اللي دار مقابله كبيره. كوريا الجنوبيه والنتيجه ديالها اللي ولات من بعيد. البوسنه والهرسك اللي تعادلوا وداروا نتيجه يعني مع كندا، وكندا كانت لعبه مليح وكلاتهم. الشيء اللي كاين، نتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي اليوم. السلام عليكم، تهلاو براسكم، الى فيديو لاحق ان شاء الله.